وزي ما انت شايف كده قلب اخوك، النسخة فيها قطع النت بجميع الاشكال، قطع نت بصورة، قطع نت بفيديو صغير اللي هو الفيديو الجيف دوت، او بستيكر او بميوزك او بمستند، او قطع نت بصورة بس شكل تاني لو الزرار الاولاني ما ظبطش معاك. وكمان معاك قطع نت بخريطة ممكن تبعته على هيئة لوكيشن، او كمان انك تقطع نت عن طريق فيديو. تمام. كل الزراير شغالة مفيهاش اي مشاكل، حرفيا هتشتغل معاك وهتظبط كل حاجة، وحرفيا النسخة طلقة. كمل معايا باقي المميزات في الفيديو. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، صحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا يعني عودة بعد غياب كبير قوي 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 قوي. تمام. فانا مش عارف اقول لكم ايه والله. تمام. بس انا كنت في فترة يعني اخش منها من امتحانات ثانوية عامة لتنسيقات الكلية، فحرفيا ما كنتش فاضي خالص الفترة اللي فاتت، فاعذروني طبعا. ولكن دي مش فكرة الفيديو بتاعتنا. فكرة الفيديو النهاردة عن نسخة حرفيا مميزة جدا جدا جدا، رجوع نسخ ام اف مرة تانية. تمام. نسختنا وفرعون موميا، النسخة بمميزات واضافات حرفيا هتعجبك جدا جدا. النسخة سيمبل في الفكرة بتاعتها، النسخة خفيفة جدا 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 اللي بتوع الشير وضغط المسجات وكلام من ده. النسخة كمان معاك في التهنيج وفي التحفيل هتعجبك جدا جدا جدا. النسخة طبعا يا قلب اخوك هتلاقيها تحت برابط مباشر هتوديك على طول على قناة التليجرام بتاعتي، وهتحمل النسخة من هناك. يا ريت كل الناس تنضم في قناة التليجرام هناك علشان نوصل ل1000 عضو في اقرب وقت ممكن باذن الله. تمام. طبعا زي ما انت شايف النسخة بالشكل ده. النسخة يا جماعة جنب المتجر مش مكان المتجر، النسخة جنب المتجر هتشتغل على جميع الاجهزة باذن الله. تمام. يلا بينا نخش في مميزات النسخة ونعرف النسخة بتتكلم عن ايه. النسخة طبعا باللون الاحمر زي ما انت شايف، فيها ميزة الدارك فيها ميزة اللايت، ان انت لو عايز تخلي لون النسخة داكن او فاتح. تمام. الناس بقى اللي بتحب الدارك ومعاه الوان فاتحه، او مش بتحب كله اسود في اسود، فاحنا الاصدار ده عملناهولك حاجات كده برضو فيها فواتح نوعا ما، علشان لو انت كاره اصلا اللون الاسود. تمام. ولو انت مش حابه اصلا موجود في اي حاجه، تقدر تحول النسخه على اللون اللايت بتاعها. النسخه زي ما انت شايف معربه من كله، النسخه ما فيهاش اي غلطه، النسخه حرفيا جامده جدا جدا جدا. تمام. طيب ايه المميزات اللي فيها؟ اديك شفت الشكل بتاعها، واول ميزه معانا هي ميزه توثيق الارقام. النسخه بتوثق جميع الارقام عن طريق زرار موجود من ضمن الزراير الجمدان اللي هتشوفها معانا، وكل الزراير شغاله ومفيش اي مشاكل في الزرار. تمام. تضغط على 3 نقط زي ما انت شايف، كل حاجه متعرضه قدامك وكل حاجه واضحه، مش محتاجه اي مجهود او اي تعب مننا. تمام. زي ما انت شايف لو ضغطت على البرايفسي من هنا، تمام، هتوديك على كل حاجه. وده شكل المود. قلت لك النسخه فكرتها سيمبل جدا عشان تشتغل على جميع الاجهزه وما يكونش فيه اي اعطال مع اي حد باذن الله. وطبعا الكومنتات مفتوحه، اكتب رايك زي ما انت عايز وانا هرد عليك بنفسي باذن الله، ونتناقش في اي حاجه مش عاجباكم في النسخه، وتطلبوا طبعا اللي انتوا عايزينه في الفتره اللي جايه. تمام. زي ما انت شايف هنا دي تاني ميزه معانا، زراير الفيروس فيها كل حاجه، كل حاجة حرفيا. طبعا لو ضغطت هنا للتواصل مع المطور، هتوديك على كل حاجة تقدر تتواصل معايا عن طريقها. اذا كانت بقى اي حاجة، واتساب، انستجرام، قناة يوتيوب، لو انت مستخدم النسخة جديد من اي حد تاني من غير ما تعرف مين صاحب النسخة. تمام. طبعا عندك هنا قسم بتاع زراير الفيروس، وهي دي الزراير الشخصية اللي انا بفعلها او اللي انا بشتغل عليها بالشكل اللي انت شايفها ديت. عايز انت تفعل كل الزراير براحتك، بس انا عايز اعرفك ان النسخة معمول فيها شغل يدوي علشان ما تهنكش اصلا في العاده. لكن انت فعل دول بس علشان تظبط معاك الدنيا وتخلي لك النسخه طلقه وخفيفه، في اي حاجه حد يحفل عليك او حد يرمي عليك اي حاجه، انت هتبقى زي الفل وفي الامان. تمام. طبعا كل حاجه بقى، كل حاجه قدامك، جميع الزراير شغاله، ودي طبعا زراير اضافيه لو انت حابب تفعل منها اي حاجه من الحاجات اللي قدامك دي يا قلب اخوك. تمام. تمام. طبعا لو رجعت من هنا عندك بقى هنا برضو باقي الزراير، وهنا طبعا في بقى ميزة الادمن فيك، وفيها ميزة اعادة التوجيه التلقائي، والتذكر بتاع الايفون، وتوثيق الارقام اللي انا شغلته وفعلته قدامكم في بداية الفيديو وكان شغال ومفيهوش اي مشكلة تماما. تمام. عندك طبعا هنا برضو رد تلقائي في الرومات، تقدر ان انت لو حصل اي حاجة في الجروب تكون حاطط مسج يتم الرد بيها تلقائيا من غير ما انت تكتبها. فاهمني؟
طبعا هنا برضو لو النسخه ما فيهاش النسخه اصلا ما فيهاش ميزه تعدد حسابات، تقدر من الزرار ده تخلي النسخه تحط اكتر من رقم. وطبعا في هنا برضو شويه يعني رسائل، يعني شويه زراير هتعجبك جدا جدا جدا، واكيد اكيد هتستفاد منها. تمام تمام. وعندك هنا طبعا زراير اضافيه للواجهه دي، طبعا بقى ايه، تغيير رقم اعداد الرساله، تفايك الريكورد زي ما انت شايف، تقدر تفايك الريكورد لاي شكل، ان في ناس بتحب حوار تفيك الريكوردات بشكل مش طبيعي. ضايفين لك ميزه تفيك الريكوردات. لو انت من محبين تفيك الريكوردات هتلاقي كل حاجه موجوده متفصصه وجاهزه، ما فيهاش اي مشكله. تمام تمام. وتقدر تغير طبعا الاصدار بتاع الواتساب، تكتب اللي انت عايزه بدون اي مشاكل، تشيل بس الاصدار اللي مكتوب وتحط اصدار تاني، وانت كده زي الفل. ومعاك كمان زرار بتاع انهاء الرومات شغال ومفعل 100%، كل حاجة موجودة. ومعاك كمان زرار بتاع عكس الرسايل لو انت من النوع اللي بتحظر وكلام من ده. تمام زي الفل. معاك هنا طبعا الافكتات والتحركات. تمام، لو انت حابب بقى تعمل افكتات في النسخه وتحركات وانت طالع من الشات لبره، حركه 3 دي، اي حاجه موجوده برضو في النسخه. المميزات الاساسيه او الاضافات الاساسيه احنا ضايفينها لك، مش ناسينك في اي حاجه. تمام تمام. وعندك طبعا هنا الزرار بتاعت قطع النت اللي كانت في مقدمه الفيديو موجوده برضو، بنعيدها لك تاني. حرفيا كل الزراير شغاله، لو انت حابب تتاكد بنفسك شوف بنفسك النسخة وتأكد منها، واكتب لي رأيك في كومنت، علشان حرفيا الكومنت اللي انت هتكتبه ده هيفرق معايا جامد جدا كتقييم ليك. وطبعا كل وسائل التواصل يا جماعة بتاعتي موجودة تحت في الوصف، لو انت حابب انك تتواصل معايا تكتب لي اللي انت عايزه، او لو انت عايز اي مساعدة انا موجود لأي حد محتاج مني اي حاجة. تمام تمام. وطبعا عندك هنا زي ما قلت لك هنا بقى تنظيف الكلين كاش. زي ما انت شايف لو انت الاندرويد بتاعك من 10 ولا اقل، تقدر ان انت تخلي النسخه ما تبقاش محمله حجم كبير قوي، وما تبقاش واخده مساحه كبيره من التليفون بتاعك. فهتضغط على كلين كاش من هنا، هتنضف لك كل المخلفات او الحاجات اللي موجوده جوه النسخه اللي ملهاش لازمه، الملفات اللي هي مثلا انت حذفتها او اي حاجه من الحاجات دي. وفي نفس الوقت مش هتكبر لك حجم النسخه. تمام. ولو انت طبعا تليفونك من اندرويد 11 واكتر، تقدر تدوس هنا على كلين كاش لاندرويد موجب 11، هتلاقي نفسك برضو نفس الفكره، هتفرق معاك جامد جدا. تمام تمام. وطبعا زي ما انت شايف ده الشكل مفهوش اي حاجه تانية. طبعا في هنا متجر سمات كامل، لو انت حابب انك تشوف او تحمل اي سمات موجوده، جميع السمات قدامك زي ما انت شايف. لو انت مش عاجبك الشكل الاساسي اصلا لنسخه ام اف واتساب، تقدر تحمل اي سيم تاني. معاك 4032 سيم، تقدر تحمل منهم السيم اللي انت محتاجه وتطبقه على النسخه بدون اي مشاكل وبدون اي عطل. باذن الله النسخه هتكون شغاله معاك 100%. تمام. النسخه طبعا بخط وايموجي الايفون، ده طبعا شكل الشات في العادي. تمام. طبعا لو ضغطت هنا هتلاقي ان الايموجي بتاعتك كلها عباره عن ايفون. تمام، اي او اس 15، كل الايموجي فيه بالشكل اللي انت شايفه ده. وطبعا شكل الشات رايق جدا جدا جدا. وعندك طبعا هنا القلب الناري والقلب اللي بضماده وجميع القلوب الجديده للاصدار الجديد، مفيش اي مشاكل حرفيا هتواجهك. تمام تمام. وطبعا يا قلب اخوك بقى نوصل في اخر حاجه، وهي التست بتاع النسخه، علشان نتاكد ان النسخه بقى خفيفه وفعلا بتستحمل كل حاجه ومفيش حاجه بتاثر فيها. تمام تمام. طبعا نخش مثلا على الكونتاكت، كونتاكت حرق النسخ. زي ما انت شايف مفيش اي حاجه حرفيا بتاثر في النسخه. ليه بقى؟ لان احنا اصلا عاملين يعني شغل يدوي، تشفير يدوي، علشان خاطر النسخه ما تهنكش معاك من اي حاجه، والنسخه تبقى خفيفه وزي الفل زي ما انت شايف كده. تمام. نفس الفكره لو دخلنا على الويب، طبعا ده اتقل فيروس موجود حرفيا. تمام. فنفس الفكره برضو زي ما انت شايف شكل المسج بتبقى ده الشكل العادي بتاعك. تمام. والنسخه خفيفه جامد زي ما انت شايف، هي يا دوبك بس الثانيه بتاعه الدخول. بعد كده زي ما انت شايف الشات بتجري فيه براحتك، مفهوش اي مشكله خالص. تمام. وطبعا لو رحنا على الكونتاكت الصيني القديم بتاع دوجلاس، واللي كان اول ما بتخش الشات اصلا بيحرق لك النسخه كلها، زي ما انت شايف مفيهاش برضو اي مشاكل خالص، وكل حاجه زي الفل. تمام.
ولو رحنا على الاجنبي الجديد نفس الفكرة، ولا اي حاجة، بتتحرك في الشات براحتك ومفيش اي مشاكل في النسخة، والدنيا زي الفل حرفيا تمام. غير طبعا بقى انك معاك هنا يا حبيب اخوك تذكر اصلا تحفل بيه على اي حد. لو ضغطت هنا على العلامة بتاعت التذكر ديت هيطلع لك هنا زراير 1 زراير 2 3 4. لو ضغطت على اي حاجة فيهم هتلاقي النسخة بتحفل تلقائيا اصلا في الشات على اللي مضايقك ده، لو انت في حالة معكش اصلا نسخة تحفل بيها تمام. وبكده يا قلب اخوك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو وعجبتك النسخة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قدم لكم فيديو من السفاح، والسلام عليكم.